الوداع. الوداع يا صبح نادي طل من بعد الأذان، شأشأ الحب في ولادي فحابيل وردشان. الوداع هل في مكان، الوداع هل في ميعاده، والأمل مال المكان للي نال فيكم مراده واللي لسه في الضياع. الوداع الوداع. احنا يا جماعة إذا كنا التقينا مع شاعر عاشق العمار، في شاعر تاني عماري الهوى، ده عشق طويل جدا ومعروف وشاعر لكل شخصيات العمار وخاصة الراحل الكبير محسن شوقي. هو كان عرض ان قال الاتحاد هي يقربوا هنا، ان كرموا هناك في الاتحاد. الراجل قال الظروف الصحيه، قال له ده الدنيا كلها تجيله، وجاب الاتحاد وجابوا هنا وعملوا تكريم. بصراحه يعني دي كانت لفته طيبه منه الشاعر الكبير الاستاذ الباحث الكبير طارق عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الليلة ما كنت أتوقع أبدا أن أرسي أو أشارك في مساء الصديق العزيز الإنسان الكبير القيمة والقامة الأستاذ محسن شوقي زايد. علاقتي بالأستاذ الكبير محسن شوقي زايد تماما ربع قرن، عام 2000. والشيء اللي أثار نفسي عندما تعرفت على الأستاذ محسن شوقي زايد، كانت العمار تقيم احتفالية كبيرة وتقوم بعرض العمل المسرحي عبور 2000، وحصلوا عليه من خلال مركز الشباب، لأن ده كان كتابي الأول، كان صدر سنة 98. ففوجئت إن العمار عاملة المسرحية وحاضر فيها كل أدباء مصر، والغريب الأكثر إن حاضر كل الأجهزة الشعبية والتنفيذية ورجال أعضاء مجلس الشعب والشورى، وبيعملوا الاحتفالية والمسرحية في مركز الشباب، وحاضر فيها حوالي يمكن 2000، والصور موجودة عندي حتى الآن والفيديو. قابلت الأستاذ محسن فقال لي انتوا بتقيموا ندوة في كفر شكر؟ قلت له كل يوم جمعة نادي الأدب ونقيم فيه ندوة. فوجدت الأستاذ محسن شوقي زايد جاي وجايب كل أدباء العمار. حاجة جت بالنسبة لنا كان أول مرة تحصل. ممكن أديب يحضر، يجي شاعر يحضر، بيحب اللقاء في ندوة صالون الأستاذ عاطف فبنيجي، لكن إن الأستاذ محسن جاي وكنت لسه ما عرفناهوش قوي، لكن جايب كل أدباء العمار جايين. شيء كانوا بيجوا بعربيتين ميكروباص كفر شكر كل يوم جمعة. فطبعا أول شيء يلفتك لما تلاقي الناس ملمومة حوالين شخص معين كلهم أدباء، لكن لقيتهم بوجود الأستاذ محسن شوقي زايد في حالة من التقديس كده له. يعني برغم اختلافنا كلنا في آرائنا، لكن أجي في العمار وهم جايين كلهم عند الأستاذ محسن في اجتماع. أنا ما أعرفش هذا السر، لكن مع المعاملة على مدار 25 سنة لقيت أن الأستاذ محسن شوقي زايد يسكن في قلب كل من يتعامل معه. من الممكن أن أنا أشوفك وأسمعك وتقول قصيدة وتقول رأي وأخده بالعقل وخلاص وعدت ما افتكركش. الأستاذ محسن شوقي زايد علم علامة كبيرة عندي أنا شخصيا، لدرجة لا أبالغ كنت بشتم في رائحة العمار. كان شخص مثقف أوي، موسوع الاطلاع، يتحدث بطلاقة، ولما كان يجيب استشهاد باللغة الفرنسية تلاقيه بيقول الكلمات ويقول أسماء المؤلفين شياكة أوي، وأكنه فرنساوي، أكنه شخص قاعد فرنسي، أكنه شخص فرنسي بيتكلم اللغة الفرنسية بطلاقة، وموسوعي شديد الاتساع،
ولا يتحدث كثيرا إلا حين أن يطلب للحديث. إذا تحدث فعليك أن تنصت وتصمت لتستمع، لأنك ستستمع لأشياء ما كنت أبدا لتعرفها إلا من خلال اطلاع محسن شوقي زايد. اطلاعه الكبير ده وثقافته الغير محدودة لما كنا بنستمع إليها كنا بنحس إن إحنا ما قرأناش حاجة، يعني على قدر ما نستطيع من الاطلاع. لكن عندما كنت تجد محسن شوقي يتحدث تصمت. اسمه كان شبيه لاسم عضو مجلس الشعب في كفر شكر الأستاذ كامل زايد. فلما قلت له احنا بيجي لنا ضيوف من العمار وتقريبا في اخوك، فقال لي مين؟ فقلت له الاستاذ محسن شوقي زايد، فضحك فقال لي عايز اتعرف عليه. فعملنا لقاء في قريه بيت الدريج، وهو كان عضو مجلس الشعب عن دائره كفر شكر الاستاذ كامل زايد، وكان وكيل مجلس محل المحافظه عن العمال. فبعد ما خلصت الندوه قال لي هو في ناس لسه ثقافتها راقيه قوي كده؟ قلت له ازاي؟ قال لي الاستاذ محسن شوقي زايد قريبي. شوف بقى بيضحك، بقول قريبي ده تحدث بلغه مختلفه عن اللي انتوا بتتكلموا فيها. الراجل ده من العمار نفسها ولا من القاهره؟ قلت له انت شايفه لابس ايه؟ جايب الجلابيه برضه. قلت له من العمار. قال لي انا لو في ندوات هتعملوها في بيت الدريج ما تعملهاش الا لما تكون قايل لي انه كان رئيس مجلس اداره مركز الشباب. فاعجب جدا بيه. كل من اي شخص، كل من كان يتعامل مع القيمه الكبيره الاستاذ شوقي محسن شوقي زايد يشعر بفقد كبير. انا النهارده انا جيت بدري جدا، انا ما بروحش ندوات بدري، انا بروحها على ميعادها. انا خرجت من بيتي بعد صلاه الجمعه، بنت عم الدكتوره عفاف ماتت، فخدنا العزاء وهنعمل العزاء بالليل. فلقيت في حيره، يعني انا عاوز احضر العزاء بالليل وعاوز احضر عزاء الاستاذ محسن واعطى التأبين. فكلفت اخواتي يبقوا موجودين في العزاء، وعشان اقدر اجي بقى ما ترددش بعد صلاه الجمعه على طول انطلقت الى العمار. وصلت العمار 3:30. جيت لقيت الاستاذ عاطف والاستاذ مختار والاستاذ عصام موجودين. فقعدت معاهم وانا ساكت ما بتكلمش، لان الاول مره هاجي ومش هلاقي الاستاذ محسن. ما من لقاء الا كان الاستاذ محسن موجود فيه، فتشعر انك تستمتع وانك في حضره ومقام اديب كبير، مثقف كبير، عالم كبير باللغه. اذا تحدث في السياسه فكانه سياسي قديم في حزب سياسي قديم. إذا تحدث في الأدب فهو أديب مفوه. إذا تحدث في الفكر فهو فيلسوف، كما أطلق عليه صديقي الأستاذ السيد سعيد علام مؤرخ العمار في هذا الكتاب. هو فيلسوف، هو مفكر، هو أشياء كثيرة. هو إنسان. الذي يميز الأستاذ محسن شوقي زايد هو إنسانيته الطاغية. كان دائما يضحك بشوش، يبتسم، وإن اختلفت معه فلا يجادلك كثيرا. هو يقول رأيه ويكون هذا الرأي مدعم بالأسانيد، لا يتحدث كما نتحدث نحن في كثير من القضايا ممكن بقراءتنا أو ممكن باطلاعنا أو ممكن حتى بسماعنا، لكن هو لا يتحدث إلا إذا كان لديه القول الفصل. لا يتحدث إلا إذا كان لديه القول الفصل. الأستاذ محسن، اتصلت بالأستاذ عاطف شاذلي بالاتفاق مع الدكتورة إكرام، قلت لها في شخصية مهمة قوي في الأدبية، ما أصدرش كتب لكن هو مكتبة متنقلة، هو موسوعة، هو من العمار. فاتفقنا أن نقيم له تكريم كبير في اتحاد كتاب الأدبية،
واتصلت بيه فبطريقة ظريفة قوي اعتذر بظروفه الصحية. كنت أنا شفت ظروفه الصحية لما كنت بتعملوا كتاب عن العمار، وكنا عند الأستاذ مختار وكان الأستاذ مجدي معانا والأستاذ سيد شاذلي والأستاذ عاطف، فلقيته كان تعبان قوي. اليوم ده أنا روحت حزين. أنا كنت مروح برغم فرحتي بصدور الكتاب اللي تقريبا هيصدروه اللي بيعدلوا فيه، روحت حزين لأني رأيت الأستاذ محسن ليس هذا الأستاذ محسن الذي عرفته من ربع قرن. كان متدفق الحيوية، كان متدفق الذهن والنشاط، كان تعبان قوي في اليوم ده. فخفت قوي والله، روحت قلبي مقبوض جدا وخايف ان الفراق يكون قرب. ما كملش سنة، يعني العملية ما كملتش سنة. كنت يعني قلبي كده مخطوف. فلما رحت البيت زوجتي بتسألني أول مرة ترجع من العمار وما انتش مبسوط؟ قلت لها لأن العمار مش بخير. قالت لي إيه، في حصل حاجة؟ قلت لها الأستاذ محسن شوقي زايد مش بخير، فتبقى العمار مش بخير. لأن العمار أنا ارتبطت بيها بالأصدقاء الكسر، لكن كان الأستاذ محسن هو بالنسبة لنا قيمة. فحب يعتذر، فكلمت الأستاذ عاطف، قلت له الأستاذ عاطف بيعتذر الأستاذ محسن. قال لي عشان ظروفه الصحية. فقلت له ينتقل الصالون إلى العمار، إلى منزل الأستاذ محسن. ما تحرمناش من هذه اللحظة، ما تحرمناش من هذا الشرف، لأن أنا قررت ده مباشرة بعد ما عدت العادة الأخيرة. فلقيت صوته، نبرة صوته فيها تعب قوي، مش صوت الأستاذ محسن. فخفت بصراحة، وقد صدق حدسي ما كملش سنة. فجينا الأستاذ عاطف قال لا مش هنروح نكرم في بيته. قلت له ممكن نعمله في الشارع قدام البيت. قال لي في صالون عاطف الشاذلي. فانتقلت نقابة كتاب القلوبية وكرمت الأستاذ محسن زايد في عنه دراسة على فكرة. طبعا كل الناس اتكلمت عنه. فلما جه نبأ موت الأستاذ محسن، أنا بصراحة عن نفسي أنا وأنا جاي العمار، برغم أنكم كلكم ربنا يديكم الصحة يديكم العافية ويجمعكم دايما، حاسس إن في شيء ناقص. أنا بقترح على الأستاذ عاطف، يعني معلش هو اقتراح يعني خيالي شوية، بس أنا عارف إن أنت ممكن تعمله، لكي نشعر بوجود الأستاذ محسن دايما في الصالون واحنا جايين. هو كان دايما بيقعد في المنطقة دي كده، ما كانش بيجي يقعد هنا، كان دايما بيقعد على كرسي. يا ريت نحط كرسي ونحط يافطة عليه جميلة كده وتبقى ثابتة، ونكتب كرسي يعني الأستاذ يعني محسن شوقي زايد يبقى موجود. الكرسي ده موجود حتى نشوف والله أنا حتى نحس إن هو موجود. فإذا كانت ممكن دي هي خيالية شوية بس عايزين تحطوها، لكن لو اتحطت هتبقى جميلة قوي. يبقى الكرسي بتاعه دائم طول ما صالون عاطف الشاذلي شغال، يبقى كرسي الأستاذ محسن موجود. الحديث يطول والشجن يطول، لكن مش هقدر أقول غير مات من كنا نأتنس بوجوده، مات من كنا نأتنس بحضوره، مات من كنا نشعر أننا نجلس في حضرة مثقف كبير وعالم جليل في مجاله. الأستاذ محسن لن يغيب، هو رحل بالجسد لكنه باق. ويمكن لولا أن أصل ثقافة كفر شكر مقفول بقاله 3 سنين عشان في صيانة، كنت عملت أمسية لتأبينه في المسرح، لأنه هو 25 سنة قضاها معانا في نادي الأدب رحمة الله عليه وأسكنه الله فسيح جناته. وأشكر الأستاذ سيد سعيد علام على هذا الكتاب. هو أهم شيء خرج في هذا اليوم هذا الكتاب. السيد سعيد علام يقوم بدور خطير 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 لن تعرفوه إلا بعد سنوات طويلة. يؤرخ لأدباء الأعمار ويؤرخ
بإصداره الكتاب اللي بينطبع في دار النشر عن أستاذ مجدي، كتاب كبير تقريبا 200 صفحة أو 300 صفحة، كتاب اللي بينطبع 300 صفحة. أنا لقيت عدد كثير، كل هؤلاء أدباء في العمارة، كل هؤلاء فنانين تشكيليين في العمارة، كل هؤلاء علماء كل في مجال في العمارة. هذا الكتاب بعد صدوره لابد أن نحتفي به، وأن تضعوا نسخة في الجامعة. الجامعة بتحتاج كتب زي كده عشان بتبقى تعمل دراسات، تحطوه في الأماكن اللي فيها يعني بحث كتير. أنا سعيد جدا، وسعيد بقى بالاستاذ بقى حكام علام بقى ده يعني يشوف بقى استاذ محمود حكام علام ده بيعمل تاريخ بصري. يعني الاستاذ سيد عايز علام بيعمل كتاب تاريخ كتاب، ده بيعمل ذاكره العمار البصريه زي اتحاد الكتب كده في مصر، بيعمل ذاكره لا تقل اهميه ان لم تكن تزيد، لان عن طريق الفيس كلنا بنشوف اللي بينزل ده. الكتاب لازم تمسكه في ايد. استاذ سعيد عمل 50 نسخه مشكورا، فكلنا ال50 موجودين، لكن على طريقه صفحات التواصل هيشوفوا آلاف بل عشرات ومئات الآلاف. وصالون بقى عاطف الشاذلي هو الذي يجمع كل هذه البوتقة. أنا سعيد جدا يا أستاذ عاطف باهتمامك بأهل العمار وصالون العمار، وأشكرك كثيرا جدا، وأتمنى إن شاء الله إذا كان في العمر بقية. أستاذ سيد بيقول في حاجات تانية للأستاذ محسن ما انطبعتش، يا ريت تجمعوها. وفي الذكرى السنوية الأولى نلاقي برضه كتاب، بس تساعدوا الأستاذ سعيد في طباعة الكتب. أشكركم جميعا وأتمنى لكم يكون لكم الصحة والسعادة.